مش الحسن تفاح. ايوه عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 أيام عدوا من رمضان، يعني تلت رمضان راح وأنا زي ما أنا. أقسم بالله الواحد حاسس إن رمضان عامل زي كوباية مية أو مية في إيدك عمالة بتتفلت منك، لا عارف تروح يمين ولا عارف تروح شمال، كل حاجة بتضيع منك. كل سنة أقول السنة الجاية هبقى أحسن، السنة الجاية مش هضيع رمضان، هركز في العبادة وهستغل الفرصة. لكن كل سنة ألاقي نفسي في نفس الدوامة، ولا عملت حاجة ولا استغلت الفرصة، وهوب ده في نص رمضان. طب ليه كل سنة نفس الغلطة؟ السبب لما بصيت عليه لقيته في حاجتين، هما حاجتين: التسويف والمبالغة في التوقعات. يعني ايه التسويف؟ الاول خلينا نبدا بالتسويف. دايما اجي كل لما اجي اقول هبدا بكره، وبكره يجيب بعده، وبعده يجيب اللي بعده، وفجاه خلص رمضان طار. تاني حاجه وهي المبالغه في التوقعات. نحط خطط خياليه، هصلي الليل كله، هختم القران كل 3 ايام، كل 3 ايام وبعد يومين نرجع ونكسل ونرجع لنفس الحاجه اللي احنا كنا بنعملها قبل رمضان. طب ليه؟ الشياطين متسلسله. طب ليه انت مش قادر تتغير؟ اقول لك انا ليه. شياطين الجن بتتسلسل من هنا، وشياطين الانس بتنتشر من هنا. يعني ايه؟ مسلسلات، سوشيال ميديا، ريلز بيسرقوا وقتك من غير ما تحس. طب والحل؟ هل كده رمضان راح منك؟ هل رمضان ضاع؟ لا لسه ما ضاعش. لو باقي يوم واحد بس لسه، يبقى لسه في فرصة. علمك انت في ليلة في رمضان، ليلة واحدة بس كفيلة، ليلة واحدة في رمضان ممكن تكون خير من 83 سنة عبادة. وهي ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني انت ممكن تتغير في لحظة واحدة بس. ربنا يعني ايه؟ كل حاجة كن فيكون. طيب نبدأ منين؟ هقول لك انا بقى تبدأ منين. الفكرة انك تبدأ دلوقتي، تبدأ باللي متاح، تبدأ وخلاص، ما تقدرش تقول بكرة وخلاص. اي وقت باقي هو فرصه عظيمه، حتى لو كان ساعه واحده، مش هقول لك يوم، يعني لو ساعه واحده باقيه بس قدامك هي فرصه عظيمه. تاني حاجه وهي تحديد الاولويات. يعني ايه تحديد الاولويات؟ يعني مش لازم تحط توقعات وتخيلات فلكيه. انت ممكن مش لازم تختم القران 20 مره، لكن ممكن تقرا بتركيز، تركيز وتأني في صفحه احسن ما تقرا 20 صفحه وانت مش فاهم انت بتقرا ايه اصلا. مش لازم تصلي التراويح كلها، لكن حتى لو ركعتين بس، يعني لو ركعتين بس صليتهم بتركيز وانت فاهم انت بتصلي وبتقول ايه بخشوع وتأني، دول اهم من اي حاجه. ثالث حاجه وهي استغل الوقت الضايع. طيب ايه الوقت الضايع؟ بدل ما تقضي 8 ساعات على السوشيال ميديا ولا في اي كلام، انت اصلا لو دخلت على التليفون هتلاقي انك انت بتقعد على التليفون بوقت مهول. بدل ما تقضي ساعات على التليفون خلي معاك سبحه او تطبيق قرآن او استغفار بسيط. مش قادر تحذف السوشيال ميديا، ماشي يا عم، انا زيك والله. اعمل ليميتس. انا حذفت، انا قطعت. اعمل ليميتس للتطبيقات. رابع حاجه وهي اهم حاجه، الصحبه. لو اللي حواليك بيشدوك بيضيعوا وقتك، تعالى نخرج، تعالى نتفسح، تعالى نفطر بره، تعالى 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 تعالى، فكك منهم. الصحبه الصالحه هي اللي هتاخد بايدك. انا بقول لك الكلام ده وبقوله لنفسي على فكره، يعني مش بقوله لك انت لوحدك. يعني دايما خلي حواليك ناس بتقربك من ربنا. تعالى نصلي، تعالى نروح نصلي تهجد، طب انت قرات ايه، انا قرات ايه، هكذا. يعني هم دول اللي هياخدوا بايدك. وفي الاول وفي الاخر اهم خطوه استعين بالله. حقيقي الاستعانه بالله، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يا رب الصوت بس يبقى واضح عشان انا خايف. قول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وادعي ان ربنا يثبتك. يعني
ادعي ان ربنا يثبتك. واخيرا يعني حاجه انا عايز اقولها في الاخر، رمضان مش سباق سرعه يا جدعان، رمضان مش سباق سرعه. يعني مش المهم انك انت تعمل حاجات كتير بسرعه، المهم انك انت الحاجات اللي انت بتعملها دي تفضل مستمر عليها. لو هتطلع من رمضان بعبادات قليله، يعني بدل مثلا ما كنت بتصلي 8 ركعات في رمضان تراويح، صلي ركعتين. يعني لو هتكمل عليها تبقى كسبت رمضان بجد، هتبقى فعلا انتهزت الفرصه. قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني ايه؟ يعني حاول على قد ما تقدر تطلع من رمضان بحاجه، وحرفيا هتبقى استغلت الفرصه. وفي الاخر ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، لعل حد غيرك ينتفع بيها او تشجع بيها حد من صحابك يعني. ورمضان كريم.